اكتر واحدة بتعمل الكشري زي المحلات بالظبط. اعرفك برضو سر الورد. بصوا هو اسمه ورد تمام، بس هو ده بصل الكشري. عايزه اقول لكم ناشف كده ومقرمش قوي قوي ولونه حلو جدا جدا. وكمان هقولك على سر العدس بيعملوه كده ازاي. تمام، في المحلات طبعا. وشطة الزيت اهم حاجة في الكشري، هي الشطة الزيت بيعملوها ازاي وايه السر بتاعها. طبعا اول حاجة كده هنجيب البصل ونقطعه. بصوا يعني انا عندي كبة تمام، ممكن اقطعه فيه، بس في ناس مش عندها. بصي انا بعمله رايق قوي قوي، انتوا شايفين بعمله رايق جدا جدا. عايزه اقول لكم البصل بيوجع خلاص، انا كنت بعيط. انا بعيط يا فخري. خلاص كده حطيت شويه ملح، وكمان احط كمان ايه شويه من دقيق. تمام، مفيش نشا خالص، هو معلقتين 3 دقيق مع حبه ملح. وهبتدي ان انا افركهم كويس جدا، وهبتدي ان انا ادخل في كل حبايه من البصل دقيق. تمام، هبتدي اجيب زيت غزير. الزيت ده بقى انا هحتاجه في كل الوصفه. هبتدي ان انا اقلب كويس جدا البصل. لازم تقلبوه كل شويه علشان ياخد لون زي بعض، ما فيش لون من تحت وينحرق والكلام ده، وبعد كده ما ياخدش لون كله زي بعضه زي ما انتوا شايفين كده. وبصفيه على مصفى، اهم حاجه تصفيه على مصفى علشان ما يطراش منك ويبقى مقرمش كده دايما وكده. هنيجي بقى نعمل العدس. بصوا بقى، انا بغسله عادي، بغسل ما بنقعوش. تمام، بغسله عادي، بغسله كويس جدا. وهبتدي اجيب ميه كده مغليه، وهحط شويه كمون بس، هسيبه يتسلق. وهنا كنت بسلق الحمص. تمام، كنت بسلقه عادي برضو في ميه، وحطيت فيه فص توم بس. تمام، هبتدي بقى اجيب الزيت بتاع البصل اللي انا كنت حمرت فيه البصل، وهبتدي اعمل بقى الرز او رز الكشري يعني. نجيب حبة شعرية كده، وهبتدي برضو ان انا هنا حطيت برضو معلقة من الزيت من بتاعة الكشري على المية اللي انا هسلق فيها المكرونة. وحطيت بقى ملح، وحطيت كمان المكرونة بقى اللي هي الصغيرة دي، ومكرونة سباكيتي. تمام مع بعض كده. وهبتدي بقى خلاص احط الرز على الشعرية بعد ما اتحمرت. وهبتدي بقى احط بقى الملح بتاعي. بس اهم حاجة هو اول حاجة طبعا وكمون وكده. وهبتدي بقى اجيب عارفين المية بتاعة العدس. هقول لكم دلوقتي هجيب كده مصفى. طبعا العدس لسه بيتسلق، فانا عايزه المية بتاعته. انا مش عايزه المية كلها، انا هاخد بس كبشتين 2 بس من المية دي. وهكملها بمية عادية خالص من الحنفية. تمام، عايزه اقول لكم هتدوقوا احلى كشري في حياتكم. امشوا معايا بالتفاصيل الممله. انا بقول لكم التفاصيل، والله العظيم تفاصيل التفاصيل. طبعا بحط بقى طبعا العادي بتاع الرز، وبوطي عليه خالص بقى يستوي مع نفسيته. هنا العدس هنا استوى طبعا، صفيته من ميه، ونزلت كده عليه بمعلقتين من الزيت بتاع البصل وملح. تمام، وشويه كمون بساط قوي. تمام، هبتدي ان انا اقلبه بقى. سيبيه بقى على نار هاديه عشان يطلع زي بتاع المحلات بالظبط. تسيبيه على نار هاديه خالص. تمام، وتسيبيه بقى وتغطي عليه وتسيبيه، وكل شويه كده تقلبي فيه تقلبتين كده وخلاص. تمام، هنا المكرونه كانت اتسلقت، انا عايزاها مش تتسلق، تتهري. تمام، هبتدي اجيب بقى معلقتين من بتوع البصل دول، واحط بقى المكرونه واقلب بقى بعد ما اتصفت كده. تمام، وهنركن بقى المكرونه كده. خلاص المكرونه امرها انتهى. وكمان الرز معانا بيستوي على نار هاديه. كمان العدس اهو زي ما قلت لكم بقلبه كل شويه، تقليب كل شويه. تمام، هنعمل بقى هنا الصلصه. كام كده معلقه من بتوع الزيت بتوع البصل اللي احنا حمرنا فيهم الورد دول، ومعلقه من الثوم المهروس، وشويه من الكزبره الناشفه. واول كده ما يصفروا هبتدي انزل عليه بمعلقه من الخل، وكمان الطماطم المعصوره بتاعتنا. تمام، حط بقى صلصه براحتك، انا ما عنديش صلصه بيور. تمام، وحط بقى ملح وفلفل اسمر، كمون، كزبره ناشفه، بابريكا طبعا، شطه، اللي انت عايزاه. بس معلقه السكر دي اهم ما فيهم. تمام، واحده مرقه دجاج براحتك، انا ما حطيتش مرقه دجاج ماشي، بس في ناس بتحط. هنا الرز بقى خلاص استوى معايا. هبتدي ان انا اهويه يا جماعه، اهويه. تمام، الرز معايا مفلفل جدا والله، وحلو قوي قوي، وريحته تحفه 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 بجد. هنعمل بقى الدقه. برضو معلقه من الزيت بتاعه البصل، هنزل كده بالتوميه. وهبتدي انزل بقى بالخل. عايزه ربع كوبايه خل. تمام، خل كتير، وليمونتين كده تعصريهم. تمام، تشيلي البذر بتاعهم وتعصريهم كويس. وهبتدي بقى انزل هقول لكم دلوقتي على سر الدقه بتاعه المحلات. سر بقى الدقه المظبوطه.
عارفين بقى مية الحمص اللي احنا سلقنا فيها الحمص، ايوه هي بيتعمل بها الدقة. شايفين والله العظيم بيتعمل بها الدقة. شوية كمون وشوية ملح وشوية بابريكا وشوية كزبرة ناشفة، وهبتدي انزل كده بكبشة من الصلصة اللي انا كنت عاملاها معاكم علشان يبقى لون كده الدقة حلو كده. انا بحبها لونها احمر كده وحلو. تمام. هنا النور كان قطع بقى وانا بعمل الاكل، طبعا بعمل الكشري وكده. هنا طبعا زي ما انتم شايفين العدس طبعا وصل للمرحله اللي انا عايزاها. هبتدي ان انا اهويه تمام، واسيبه كده ايه ينشف كده ويتهوى. وهبتدي بقى هعمل الشطه الزيت. هجيب كده الزيت بتاع المتبقي من البصل، وهنزل عليه بالشطه، وهنزل عليه كمان بفلفل حامي وطماطم. ماشي. واول كده ما ياخدوا لون هبتدي انزل كده بكبشه من الصلصه اللي احنا كنا عاملينها تمام، وبقين ميه. ماشي. هسيبهم على النار، وهنزل شويه ملح كده علشان برضو تبقى ملحها مظبوط، وهسيبها كده على النار دقيقتين وهرفعها. هتعمل لي احلى شطه زيت في الدنيا. طبعا بقى هصبها كده في بوله او في اي حاجه. وكده الكشري معانا اتعمل. طبعا المكرونه الشقيه بتاعتنا وكمان الرز بتاعنا تحفه، والدقه بتاعتنا برضو على النار تمام. اظبطي الملح اهم حاجه. وكمان الصلصه اتعملت. الصلصه بقى قوامها هو ده القوام بتاعها، والشطه الزيت اهي. وكمان هشوفوا دلوقتي بقى الحمص بقى ما عملتش فيه حاجه، انا سلقته بس وحطيت عليه ملح وكمون. وهبتدي بقى بصوا بقى العدس انا عايزاه كده زي بتاع المحلات بالظبط، وهتدوقي احلى كشري في حياتك. وكمان الورد اللي احنا كنا محمرينه ديت بقى كل الاسرار. بصوا جبت لكم كل حاجه تمام. حطوا بقى لايك جميل كده على الفيديو، فرحوني كده بلايك تمام، عشان بقول لكم كل الاسرار. هتبقى شويه مكرونه وشويه رز، وكمان احط عدس بقى وحمص والورد بقى وكله بقى. بصوا كله نعمل طبق لذيذ كده مع بعض. ماشي. اهم حاجه انا بحب اكتر حاجه هي البصل ده، بموت فيه. بغرق كده طبق بصل كده تمام. نحط بقى هنا الحمص وهبتدي بقى احط. انا بحب قوي اعصر ليمون وانا باكل كده على الكشري، بيبقى حلو قوي تمام. نغرب بقى الصلصه بتاعتنا والدقه، وعندنا الشطه الزيت، ومش عايزين حاجه بالدنيا خالص خالص تاني. الاكله دي تحفه تحفه تحفه. انا ببصوا انا بعملها كل اسبوع، لازم يبقى فيه كشري مصري بعمله كده. شايفين بقى الجمال يا جماعه؟ شايفين الشطه الزيت ديت؟ يا لهوي دمار والله العظيم. اللي بياخد منها معلقه يعني بيتدمر. بتدمر دي، بتدمر مستقبل دي. هنا العدس بقى زي ما انتم شايفينه، ده سر طبعا العدس اللي انا قلت لكم عليه. وكمان سر بقى القرمشه بتاعه البصل الورد ده، الدقه والصلصه. يعني ما اقولكوش الاكل النهارده برعايه، مش عارفه اقول لكم ايه، برعايه ابو طارق. بعد كده هفتح محل كشري، انا ناويه افتح محل كشري، دعموني بقى في الفكره دي. ماشي. هبتدي بقى ان انا طبعا لازم ادوق معاكم. انا لازم طبعا اكل الكشري فضيحه تمام، لان انا بحب اصلا المكرونه الطويله دي اللي هي السباكيتي اكتر وكده، ففضيحه يعني. بحط بقى دقه على صلصه على شطه زيت وكده وباكل. بألف هنا على اللي هياكل بجد. الكشري اللي هيعمله بطريقتي بالظبط وبنفس الخطوات هيطلع معاكم مظبوط جدا جدا. نقول بسم الله كده وندوق. عايزه اقول لكم والله العظيم، يعني انا جوزي يعني والله العظيم بجد بيقولي انا مش هشتري تاني من بره اساسا كشري تاني، هنعمله في البيت كل شويه. وفعلا بقينا كل اسبوع نعمله في البيت. دقه بقى خطيره بميه الحمص بقى فظيعه، وشطه الزيت. يعني انا اصلا يعني بحب شطه جدا تمام. يا ريت بقى تدعموني بلايك، اعملوا لايك حلو كده، قولوا انتوا بتتابعوني من انهي بلد، وقولوا تاكدكم بقى في الكشري وتجاربكم فيه. و بصوا بقى بحط بصل كده على ده. انا عايشه، انا اصلا ناسيه ان انا بصور. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك اهم حاجه.